أغبى راجل وأغبى ست اللي تثق في حد خان زوجه. يعني مثلا واحدة تجري ورا واحد لحد ما تخليه يخون مراته، يبقى غبي لو وثق فيها. والعكس صحيح، ما ينفعش تثق في حد خاين. الخاين لا يؤتمن. وياما شفنا بيوت كتيرة قوي 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 خربت بسبب الموضوع ده، ان هو يخون مراته عشان خاطر واحدة. وهي كمان كتر قوي الموضوع ده تخون جوزها علشان خاطر واحد هي عشقته، ويقول لها اتطلقي وهعيش معاكي، وتثق في الشخص اللي يقول لها كده ده، ولما البيت يخرب يسيبها ويمشي. ازاي تثق في حد بيعمل حاجة زي كده؟ ازاي تديله الامان؟ حد سمح لنفسه انه يخون، خلاص شكرا، سيبه، ابعد، امشي، اهرب منه وابعد عنه، خلاص. الخاين لا يؤتمن. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم. ما هو الخيانة دي ايه او الامانة دي ايه؟ ما هو البيت والاولاد والزوج والزوجة. تخيل حد خان دول، تيجي انت تأتمنه فتطلقي من زوج حضرتك عشان واحد خان مراته، او انت تسيب مراتك عشان واحده خانت جوزها وتثق فيها. فده جهل وغباء. اوعى تعمل حاجه زي كده، واوعى تهد بيتك علشان شخص حضرتك تعلقت بيه. وانت اوعى تهد بيتك واسرتك واولادك علشان واحده حضرتك تعلقت بيها، هتخرب بيتك والله. الخاين لا يؤتمن.